عايزة أقولك حاجة، لو كل كلمة بتضايقك وكل تعليق بيأثر فيك يبقى أنت بتضيع طاقتك على ناس مش مستاهلة. لكن في حل، وحل بسيط جدا، بس محتاج منك شوية تدريب. هقولك، الحل اسمه فن التجاهل واللامبالاة. وده مش معناه إنك تبقى بارد أو إنك تكتم مشاعرك، لأ، هو إنك تختار إيه اللي يستحق طاقتك وإيه لأ. يعني مثلا حد قالك كلمة سلبية، خد 3 ثواني كده وفكر، هل الشخص ده مهم؟ هل الكلمة اللي قالها دي هتفيدني؟ طب هل اللي بيتكلم ده أصلا بيحب لي الخير ولا لأ؟ لو الإجابة لأ، يبقى ببساطة طنش وكمل. أنس بخش في برنامج اي بي توكس قال جملة قوية جدا وبصراحة عجبتني قوي. قال إن حجم الحدث هو نفسي، يعني ببساطة اللي بيحصل حوالينا مش هو اللي بيحدد إحساسنا، إحنا اللي بنقرر ندي الحدث ده حجم قد إيه جوه نفسنا. فلو حد قالك كلمة ضايقتك أو حصل موقف سلبي، اسأل نفسك، هل أنا هكبر الموضوع ده جوايا ولا هسيبه يعدي؟ التجاهل مش ضعف، ده قوة نفسية بتخليك تختار سلامك الداخلي على أي حاجة تانية. وعشان تتعلم التجاهل فيه أكتر من طريقة. أول حاجة اسمها الفلترة الذهنية، يعني إنك تسأل نفسك هو الكلام ده جاي من مين. تاني حاجة تكنيك ال3 ثواني اللي قلنا عليها، قبل ما ترد عد لحد 3 وفكر، الموضوع هيستاهل إنه يكبر؟ هيستاهل إن أرد عليه؟ الموضوع يستاهل يعني ولا لأ؟ وغالبا هيبقى لأ. تالت حاجة التحويل، يعني لو في كلمة وجعتك أو حد قالك كلمة ضايقتك حولها لنكتة، خليها تضحكك بدل ما تضايقك. رابع حاجة التكرار، كل ما تتجاهل مرة بعد مرة هتلاقي المرة اللي جاية أسهل. وده تمرين مش زرار، يعني مش بين يوم وليلة هتبقى هادي ومتجاهل وعندك لا مبالاة، لا، الموضوع هيحتاج منك تدريب شوية. كل مرة هتعمل كده هتلاقي نفسك أقوى وأهدى. وآخر حاجة عايزة أقولها إن مش كل حاجة تستاهل رد، ومش كل الناس تستاهل وجودك في حياتها. التجاهل مش ضعف، التجاهل ده حماية. احمي نفسك واختار سلامتك الداخلية. وقولولي في الكومنت، هل انتم من النوع اللي بيتجاهل وعنده لا مبالاة ولا أقل حاجة بتضايقكم؟